التوبه يا مدحت، انت هتنيمنا معاك؟ مش كفايه انك انت ما رحتش الشغل النهارده؟ شغل؟ شغل ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارفه قبل معنى الشغل ايه؟ معناها يا حبيبي الفلوس اللي بنعيش منها انا وانت والولاد. انت بتسمي مرتبي ده فلوس؟ لسه الفلوس اللي بجد جايه. فلوس ايه اللي جايه؟ المليون جنيه. نعم، مليون جنيه؟ منين دول ان شاء الله؟ من هنا حبيبي. اللهم اني صايمه، الراجل ده هيجنني. مسابقه المليون جنيه، ابعت رساله فاضيه على رقم وادخل السحب واكسب مليون جنيه. صعبه دي؟ لا سهله خالص. وبعت الرساله؟ وانت فاكره يا فالحه انهم هيدوني مليون جنيه على رساله ب5 جنيه؟ لا طبعا، انا بعت لغايه دلوقتي 100 رساله. الله اكبر، يا فرحتك يا هناك يا امل بجوزك اللي ضيع 500 جنيه من المرتب عشان وهم. طب ما تيجي نعيش الوهم. لحد الفين بحلم 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 قبل شفت وقت الأمان لحد الفين شفت بحلم 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 قبل طب فوق بقى يا مدحت، عشان كده طول الليل قاعد تبعت في رسائل وما رحتش الشغل طول النهار؟ يا امل فوقتيني، ما انت برضه هينولك من الحب جانب. طب ما تنساش بقى الخاتم السوليتير اللي انا عايزاه. خاتم؟ خاتم ايه؟ قولي طقم، قولي عربيه، قولي فيلا، قولي اللي نفسك فيه. بمناسبه الخاتم بقى، ما تديني الخاتم ده ابيعه واجيب بيه كروت شحن. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يوميات أمل ومدحت تعجبكم دايما. أهلا بيك مدحت مكاوي على الهواء مباشرة، ويوميات كثيرة عديدة ومواقف أكثر. اهلا بيك يا امل، وانا شرفت بتواجدي معاكي. لا انا اللي اتشرفت، انت الحرفيه الاصيله هو مدحت مكاوي في التمثيل طبعا. انا هاويه كده بتدرب معاك. بالعكس، لو المردود ده مش موجود انا مش هقدر يعني ادي حاجه، بالعكس. لكن انا بقول للساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين. يعني زي ما انا تبادلنا الادوار انا وامل ان احنا مثلنا مشهد تمثيلي، لكن دلوقتي هي بقى تتحملني ان انا مذيع معاها. لا ده انت منور. الله يبارك فيك يا رب، وبقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب ان شاء الله. الله اكرم. بس عايزه اقول لكم على حاجه، اجمل حاجه في الدنيا في العمل الاعلامي هي نحن. كواليس العمل ده اكثر من رائعه، حتى واحنا موجودين في الاستوديو دلوقتي اكثر من رائعه. انا بقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين، لكن خلونا ندخل في مضمون الحلقه. كتير مننا مش مساله كروت شحن وبس، شفنا حاجات كتير، نصب كبير قوي على النت ونفضل نحلم. كانت والدتي ربنا يديها الصحه يا رب، بقول لها انها كل سنه وهي طيبه يا ماما، كانت تقول لي حاجه غريبه جدا، كانت تقول لي ما تبقيش زي الفلاحه اللي حاطت البيض على دماغها وفضلت تحلم وتحلم وتحلم، وفجاه راحت الجره مكسوره او البيض انكسر. في الفعل انت شايف ان الناس بقت من كتر العوز والفقر واشياء كتيره بقت الناس بتحلم بحاجات اكبر من امكانياتها. طبعا حلم الثراء والحلم ان انا ازاي ابقى مليونير من غير ما اتعب ومن غير ما ابذل مجهود. الحلم مش وحش، مش شيء وحش، بالعكس انا مع الاحلام ومع الخيال. ومعظم العباقرة حتى كان بداية ابداعاتهم او انجازاتهم العلمية او الفنية او كده كانت مرتبطة بحلم اليقظة يعني.
فالحلم مشروع، بس الوهم هو اللي مش مشروع. يعني طيب اذا ممكن نحلم. بص يا مدحت، ساعات كتير قوي نفسي اعمل كذا وكذا وكذا، بعدين ارجع اقول يا رب انا راضيه، مش عايزه اكتر من كده. يعني انا راضيه باللي انت عطيهولي. تفتكر في ديننا الحنيف الاسلامي الوسطي الاحلام ديت مش مطروحه ومش موجوده، ولا ممكن نحلم بس في اطار معين اللي هو اطار امكانياتنا وظروفنا؟ هو طبعا الحلم مطروح جدا في الشرع، واول او اكثر الاحلام يعني هو الحلم بالجنه، ان احنا نحلم بالجنه. افهمتني يا رب، ربنا ينولها لنا جميعا. ده اقصى احلامنا والله يا مدحت، اقصى احلامنا. اذا حلم الانسان بالجنه فهو بيبذل مجهود على قدر مجهوده وسعيه، على قدر ما هينول في الاخر ان شاء الله، طبعا برحمه ربنا يعني فوق كل شيء. لكن اقصد ان ده اساس في ديننا انه يكون في حلم. مدحت، موضوع كروت الشحن انت بتلقي والناس اللي بتتصل وزيرو مش عارف كام وزيرو كام، انت بتلقي العبء على المواطن اللي هو بالفعل ظروفه الاقتصاديه مش سامحه غير بكده انه يحلم كده، ولا بالناس اللي بتبيع الوهم للمواطنين اللي بالشكل ده؟ لا، هو طبعا في علاقه تبادليه من وجهه نظري، يعني علاقه تبادليه، لان لولا الناس، حوجة الناس واحتياجاتها وكده، ما كانش الشركات ديت استغلت هذه الرغبات او الامنيات عند الناس وطمعتهم بشكل او باخر علشان يبيعوا لهم الوهم ده يعني. واصبح في شركات كمان متخصصه للموضوع ده، بس يعني في ناس ممكن تبقى حقيقيه في الموضوع، لكن في ناس بتنصب، ودي المساله الخطيره. وتوظيف الاموال بيبتدي كده يعني في جزء كبير طبعا. هديكي مثلا 2000 جنيه في الشهر على 50,000. طب هاو كام ازاي بتيجي ما تفهمش، بس الناس بتبقى لا، الخاتم وكروت شحن الخاتم ده محدش يقدر يجي جنبه بالنسبه لنا جدا مهم جدا. بس مش مساله كده، ممكن الزوجه توافق زوجها في حاجات زي كده؟ والله ساعات بيحصل حاجات زي كده. يمكن يعني في مستوى ثقافي معين ولا؟ اعتقد في مستوى ثقافي معين برضو، لانه يعني بيبقى فيه يعني رغبات ومفيش قناعات، وبيبقى فيه يعني حتى المواطن في امريكا، ما يعني اسمع انه ممكن يبقى معاه $1 واحد، فهو يضحي بيه في مقابل انه ينام يحلم لبكره انه ممكن يبقى عنده $1,000,000 يحلم. فدي طبعا فبيشتري الحلم بتاعه $1. بس ده يعني وفق منهج معين او خاص بالحياه اللي هم بيعيشوها. هو في النهايه انا بشوف ان ده قمار. يعني هو بيقامر، عندهم ولايه كامله لاس فيجاس يعني كلها قايمه على القصه ديت يعني. لا انا ضد ده. انا عمري بصراحه ما كلمت اي حد لا زيرو مش عارف ايه ولا حاولت ادخل في الحكايه دي. بس مره اتنصب عليا، بكلمك بامانه حد ابني الوسطاني قال لي انا عايز اعمل مشروع مش عارف ايه وايه وايه وايه، فاعطيته فلوس وقلت له اوكي يا مصطفى وجو اهيد وابتدي وكده. والحقيقه كان ماشي معاه في كل الخطوات، فجاه ما لقيناهوش في الحياه. يا خبر. من خلال تليفونات؟ لا من خلال معرفة كده. فبص قد ايه انك انت شاب صغير بتديله الحلم وتقول له ان انت هتبتدي مشروع، والمشروع هيكبر وتبتدوا تشتروا مع بعض وحاجات كده. ده مسألة ضمير اكتر من انها انا يعني مش بلوم على الناس قوي قد ما بلوم على صانعي هذا الوهم. طبعا يعني الزيرو ال900 ديت وال800 والقصص دي صعبه قوي. هو حتى بيحصل استدراج في الموضوع. يعني لو انا من الوهله الاولى مش هصدق، لا انا بأدفع لعمليه اقناع مستمر كده، واحده بواحده تتسرسب علشان خاطر يمكن يحصل. فحتى العاقل والمثقف والواعي للموضوع ممكن يندرج يعني بدافع ايه، حب التجربه او المغامره، ان هو يشوف الموضوع ده ممكن يعني هيوديه لفين. لكن في نفس الوقت
يعني اللي يفهم الموضوع من اوله هيتوقف من البدايه، لانه يعني الموضوع زي ما بنقول حبر على ورق يعني. طب النصاب لازم له طماع؟ طبعا. طبعا يعني مش ممكن حد ينصب على حد الا اذا كان التاني بالفعل طبعا. فريسة النصاب الطماع طبعا. يعني هو ولو ان في ناس برضو يعني مش عايزين برضو نغفل ان في ناس طيبه وفي ناس يعني من اهالينا واصحابنا يعني بيتعرضوا لمواقف نصب بالعكس. فاكر الزبق الاحمر والزبق الازرق والتحضير والاسرار اللي هيجيبوها منين. يعني انا مش قادره اتخيل. على فكره مدحت دي مش في طبقات يعني لا في ناس كتير جدا طبعا جدا بتصدق ويبتدوا ان هم ياخدوا الواقع ده. يعني في ناس بيقول لك انه في اثار تحت البيوت دي، والاثار دي بملايين واحنا هناخدها، بس احنا لازم نحضر مش عارف ايه ونجيب الزبق الاحمر. واحمر ولا ازرق؟ احمر. الازرق ده بعد كده بقى بيبقى نار والازرق. ويفضلوا يعملوا القصه ديت، وبعدين الناس تفاجئ مفيش حلم، زي ما انا وانت كده حسينا ان الفيلا اللي احنا كنا فيها دي بتاعتنا فجاه وتوهمنا ان احنا خلاص والبيسين بقى بتاعنا، وهي في الواقع في كارت شحن. طبعا هي انا يعني بشوف ان هو حتى في الطبقات ممكن تكون يعني ميسورة الحال او ولكن يظل الحلم يراودهم في حاجة اعلى. يعني هو مش عيب ان الانسان يرتقي، بس المهم هيرتقي ازاي؟ يعني ازاي انا ما امشيش ورا؟ ليه انا بمشي ورا وهم؟ لاني بستسهل. انا عايز حاجة يعني تبقى مش ما ببذلش فيها المجهود اللي المفروض ابذله واستنى نتائجه. يعني زي الفلاح ما بيزرع الارض ويستنى ويروي ويقعد يستنى الزرعه ما تكبر شويه، وبعد ما تكبر شويه يعني في مراحل كده، فيبقى عنده صبر. ما اصبحش فيه الصبر ده النهارده. اصبح كل واحد مننا عايز يعني ينط يقفز على مستواه ويطلع يتعلق في مستوى تاني، او يدوس على طبقه معينه ويطلع في طبقه لان سقف الطموحات عالي. طبعا يعني كان زمان لما اتنين يجوا يتجوزوا بعض اول حاجه يعني يقولوا ايه؟ هنجيب شقه صغيره مش هيجرى حاجه، اوضتين وصاله. دلوقتي المسائل بقت مختلفه كل اختلاف. الناس عايزه تبتدي من اللي احنا انتهينا منه. يعني ولادنا والجيل اللي جاي عايزين يبتدوا من احنا واصلين لايه دلوقتي، هم عايزين يبتدوا. ده صعب. تذكر كده او ارجع بالذاكره في بداية التسعينات كانت أحلامنا أبسط من كده بكتير وكنا بنلتف أمل على حلم واحد بيجمعنا، وده اللي احنا من وجهة نظري نفتقده دلوقتي، ان احنا كشعب بنلتف كلنا حوالين حلم واحد يجمعنا. هو ده مسألة مطلوبة قوي يا جماعة في الفترة اللي جاية. يعني لابد يكون في حاجة تهيئنا وتهيئ المجتمع ان احنا كلنا نتكاتف ونجتمع عليها، بحيث يبقى ده حلم قومي. يعني زي ما بنقول حلم قومي يجمع الناس كلها ببعض. احنا زمان كنا بنشوف قناة او قناتين وبس. الفيلم اللي كل واحد عامل لنفسه قناه، يعني الصبح يشوف اون وبعد الظهر يشوف بريف والخامسه والثالثه والرابعه. هو عمل لنفسه تلفزيون. عمل عشان كده لما حد بيقول لي مش عارف قناه ايه ما بتتشافش، بقول له صعب. كل واحد في مصر عامل لنفسه قناه طبعا. يعني موظف نفسه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، في الحياه الزوجيه دايما بالحب الدنيا تمشي، وبالحب الست والراجل يقدروا يعدوا سفينه الحياه. سفينه تمشي في الميه، مش زي سفينه مدحت مكاوي اللي انتوا هتشوفوها في الحلقات. حلقات جايه كتير. هو مصر من بخله انه يخلي السفينه تمشي من غير ميه على ارض ناشفه، ويقول لك دي سفينتي. عموما انا احنا مجمل حلقاتنا او كل برنامجنا هدفه واحد بس، هو ان احنا نقول ان الزوج والزوجه مهمه قوي 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 قوي، ان المسائل تبقى بالنسبه لهم بالحب. طبعا احنا عايزين نقول ان هنجتمع ان شاء الله في الفتره اللي جايه بالحب، بحب فريق العمل وبحبنا ليكم ان شاء الله. بكره ان شاء الله حلقه النهارده هتتعاد تاني وهتتذاع، وهنستنى ان شاء الله مكالماتكم التليفونيه واتصالاتكم، وممكن الفيس يكون برضو فيه تواصل معاكم.
وان شاء الله تشوفونا في الايام اللي جايه في حلقات كتيره متكرره ومتجدده، وتتحملونا. كل سنه وانتم طيبين. قابلونا بكره في نفس الميعاد ويوميات امل ومدحت.